سلام البنات، جيسبر تكونوا لاباس. اليوم وصفتنا هي بوراك بحشو الاعراس. كامل عندكم مشكل في البوراك يجيكم ناشف من الداخل والقرمشه تاعو ما تبقاش مده طويله. اليوم راح نعطي لكم جميع اسرار باش يجيكم البوراك تاعكم يبقى لكم المده طويله، محافظ على القرمشه تاعو والبنه تاعو. نروح نشوفوا الوصفة والمقادير. بسم الله. أول حاجة نحتاجوها في هذه الوصفة هي حبة بصل تكون كبيرة. شوفوا اليوم راح نخدم لكم البوراك بحشو تاع الفيونداشي. الفيونداشي يحب بزاف البصل، ماشي كيما الدجاج تقدروا ديروا حبة صغيرة، بصح الفيونداشي راح ديروا له حبة كبيرة تقطعوها كيما راكم تشوفوا إلى شرائح. ونحكيو على البوراك كيفاش القرمشه تاعو تبقى. انا البوراك يبقى لي اكثر من 4 سوايع ولا 5 وهو محافظ على القرمشه تاعو ما يبقاش يتكسل. كاين اللي يقليوه من با ساعه يعاود يولي يطرى لهم يولي كارثه. مالا تبعوا برك الفيديو وشوفوني كيفاش نديرو، ان شاء الله كامل راح يعجبكم. هذا البوراك نجيب مقله كيما راكم تشوفون، ندير فيها 2 مغارف كبار حتى 3 تاع زيت، ونحط البصل تاعي. نحط البصل يتقلى لي فوق النار. انا راح ندير هنا الحبه كامله، ما نقصتش منها، درت حبه كبيره نحطها فوق النار. ونجيب اللحم تاعي. شوفوا اللحم، حاولوا انكم ما تشريوش اللحم اللي فيه. انا مولفه نشري اللحم هاد المره الزوج جاب فيه شويه شحمه، قال له دير فيه شويه شحمه باش يجيني بنين. ما ننصحكمش به، راح يطلق لكم بزاف ليدام والشحمه في الحشو تاعكم. وهنايا الفيونداشي ما ديروش حتى يذبل معكم البصل تماما باش تقدروا تضيفوا الفيونداشي. سما هكا راح نحتاجو في هذه الوصفه الفيونداشي والبصل والتوابل. ما راحش نكتروا كامل، راح نديروا غير تابل واحد واللي هو الفلفل كحل. فلفل اسود نديروا شويه تاع فلفل اسود وشويه تاع ملح، هذا ما كان. لهذا الحشو ما نحتاجوش انه نكتروا بزاف توابل، راح الكو تاع اللحم يتبدل. سما كي نكتروا توابل اللحم يتبدل الكو تاعو. هنا راني نحاول اني نفتح هذاك اللحم ما نخليوهش كتل كيما راكم تشوفوا. وبعدها جبت الفلفل الاسود، اضفت كميه، اضفت تاني الملح. الملح ما تكتروش بزاف على خاطر راح نديرو شويه فخوماج باش ما يجيكمش مالح الحشو تاعكم. راح نخلط جيدا. وهنا باش نحكيو شويه على حكايه البوراك بالفيونداشي. هاد الوصفه راهي اصليه من بكري، كانت ماما نشفالها كانت ديرنا البوراك بهذه الطريقه. وكانوا بكري ما يديروش البوراك بالدجاج، كانوا يديروا غير تاع الغنمي. بكري كانت ثم كانت الحياه الله يبارك على بالكم، الزواليه ياكل لحم والغنيه ياكل لحم كامل كيف كيف. هنا البنات راح نبقى نقلب على الفيونداشي تاعي حتى يطيب لي. وكي نشوفو دخلو طياب راح نضيف له المعدنوس. شوفوا مكونات هاد الوصفه سهله. كي تروحي تشري زعما 100,000 تاع فيونداشي راح دير لك بوراك اليومين، ولا مهم كاين على حسب افراد العائله. هنا بعد ما يطيب لي هذاك اللحم راح يطلق شويه هاد الماء، راح نحطو بجيه. نحتاجو باش ندير فيه البيض. راح ندير 2 حبات تاع بيض، نديرهم يطيبوا ما نديروهمش فوق اللحم. راح نحي هكا بجهه ونطيب هذاك البيض في هذيك الجهه اللي فيها هذاك الماء. هذاك الماء هو عباره عن شحمه وعباره عن الماء اللي يطلقوا اللحم. ثم نورمال نطيبوا فيه البيض عادي. نضيف شويه تاع ملح لهذاك البيض باش نخلطوه جيدا، وما نضيفوش لهذاك اللحم حتى يطيب لنا البيض تماما باش نخلطوه مع بعضهم. المهم البنات هاد الوصفه اللي جربتوها على بالي راح تعجبكم. تجي بزاف بنينه، يجي الحشو تاعكم مشمخ، خاصه كي يكونوا عندكم ضيوف كي تحبوا تكبروا بهم ديروا لهم بوراك من هذا النوع. ما ديروا لهمش بوراك تاع الدجاج. انا كي يجوني ضياف ندير لهم هذا النوع من البوراك، ما نديرش تاع الدجاج. وانتم يبقى لكم اختياري. هنا بعد ما يطيب البيض تاعي راح نجي نخلطه مع هذاك اللحم، نخلطوه جيدا ونحاولوا بالملعقه انه نحيو هذوك الكتل تاع اللحم. شوفوا هنا اللحم راه ولا لنا كتل كبيره. باش يجيكم الحشو مسقم ويجيكم البوراك تاعكم مسقم لازم هذوك الكتل تفتحوهم على بعضهم باش يجي قطع صغار. هذه هي الطريقه البنات. وحاولوا ديروا هذا الحشو قلت لكم يجي بزاف بنين، خاصه في شهر رمضان على الاقل ديروه خطره. معليش ماشي شرط ديروه كل يوم. كاين اللي يحب البوراك هكا وكاين اللي يحب تاع الدجاج وما يحبش تاع الفيونداشي. انا يعني ما عنديش ميول، نحبهم في زوج عادي ناكلهم. راح نجيب المعدنوس، ندير كميه مليحه من المعدنوس، وندير 3 مغارف كبار تاع جبن طري تاع وليد. الجبن هو اللي راح يخلينا هاد الحشو يجينا مشمخ. سما لو ما ديروش الفخوماج ما راحش يجيكم بنين البوراك تاعكم. وما تقولوا ليش نخليه هكا راح يجيني مليح، امبوسيبل يجيك هكا مشمخ.
تسمى لازم ضروري ديروا هاد الجبن. واللي تقول لي ندير جبن مثلثات، ما يصلحلكش جبن مثلثات. من بعد كي تحطيه مع الديول راح يشمخ لك الورقه تاع الديول اكثر ما انه يشمخ لك الحشو. هذه هي. شوفوا انا هنا الديول راح نجيب ديول يكون نوعيه مليحه وتكون الحبه تاعو صغيره. كيما كاين ديول يكون حبته كبيره، كي ديريها يجيك سما الديول اكثر من الحشو. انا ننصحكم تشوفوا حاجه صغيره. هنا نجيب شويه تاع الحشو تاعنا، نمشيه كيما راكم تشوفوا، نطبق قبل الورقه تاع الديول الجهه الناعمه نديروها على برا، يعني تجينا على برا تاع الحبه تاع البوراك، والجهه اللي تكون حرشه ديروها لداخل. صراو بزاف تعليقات في التيك توك، سواء في تيك توك ولا في، قالوا لي كيفاش ديري، اسكو ديري الرطبه على برا ولا الحرشه. انا الرطبه هذه ملي كنت ماما اللي تقول لي على الحكايه هذه، اسمع انا اي حاجه راني تعلمتها على ماما. ديما الحرشه تكون لداخل، علاه؟ لانه كي ديريها على برا راح تجيك مشلفطه، ما تجيكش الحبه تاع البوراك تاعك مسقمه، واون بليس تجيك الشكل تاعها كارثي. وثاني تزيد تشرب لك الزيت، كي تكون حرشه على برا تشرب لك الزيت كاتاستروف. يعني هاد الوصفه ديروها بهذه الطريقه، راح تغلقوا البوراك تاعكم بعد ما ديروا الحشو، وتجيبوا الزيت ما تسخنوهاش بزاف بزاف حتى كي تحطوا الحبات تحرق معاكم. كي تشوفوا دخل الزيت تكون يعني سخونه شويه، حطوا البوراك تاعكم وحاولوا انكم تقلبوه، لانه المره اللي فاتت قال لك الزيت تاعك ماهيش سخونه. لا لا، كانت سخونه الزيت كي قليت فيها البوراك تاعي تاع الدجاج ويطيب لي نورمال. كل ما تسخنوا بزاف الزيت راح تحطوا الحبه تاعكم قادرة تطيب لكم ليه وتحمار بزاف، راح تجيكم محروقة. هنا نجيب الكسكاس، وهذا هو السر الاخير اللي يخلي البوراك تاعنا باش ما يتشربلناش الزيت. راح نحطوه في الكسكاس يقطر معانا، وبعدها باش نجيو نقدموه نديرو شويه معدنوس شويه قارص، وهكا نكون نتحصن على اروع بوراك الاعراس يجي بزاف بنين. هاد الوصفه المعتمده عندي ملي كنت صغيره، يعني كبرت بها. هاد الوصفه تجي رائعه، جربوها البنات وخلوا لي راكم في التعليقات، واللي جربوا الوصفات وحبوا يبعثوا لي تصاور تطبيقاتهم ان شاء الله تبعتوهم لي في الانستغرام ولا الفيسبوك ولا التيك توك. انا التيك توك والانستغرام راهم بنفس الاسم، ايمان سكري صالي. هذه هي وصفة نهار اليوم غالياتي، ان شاء الله تكون عجبتكم. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، سلام.